جهز ساعتك. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي. أهلا بكم. حيث يهتم الكثير من المواطنين بموعد انتهاء التوقيت الصيفي ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية، فمن المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر 2023، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية التوقيت الشتوي في مصر، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا على معظم الأنحاء، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي. وأقرت الحكومة التوقيت الصيفي في شهر إبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك بهدف توفير الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والديزل والغاز الطبيعي. لكن من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي في أكتوبر المقبل، حيث نص مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي على أن يبدأ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر إبريل ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل. وسيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وعليه سيتم بدء التوقيت الشتوي. ويهدف قرار العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد الطاقة، حيث تم توفير 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، حيث أقر مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر فقط، بدأت منذ إبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تنتهي في أكتوبر الموافق 26/10/2023، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم 27 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.